دخلت المطبخ قلت عايزه اعمل كوبايه شاي، الموضوع كبر مني حبتين وعملت باستا فلورا. يلا اقول لكم عملتها ازاي، يلا بينا على الطريقه والمقادير. هنحتاج كوبايه سكر باودر، عليها 4 معالق كبار سمنه، ونقلبهم كويس لغايه ما يبقوا كريمي ويدوب السكر تمام في السمنه بالشكل ده. لو ما فيش سمنه يبقى 125 جرام زبده. بعد كده نحط بيضتين بمعلقه صغيره فانيلا، نقلب كله مع بعضه لغايه ما البيض يدوب خالص برضو في الخليط ده. بعد كده هنحط 3 كوبايات دقيق، معاهم رشة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر وممكن تبقى كمان نص معلقة، و4 معالق لبن دافيين. نبدأ بقى نلم العجينة ونحاول كده نخلي السمنة تتغلغل في الدقيق، بس ايه نلمها ما نعجنش خالص. خدوها قاعدة كده، اي بسكوتات لازم تبقى ايه، لازم تتلم وما تتعجنش عشان ما تقساش بعد كده، لغاية ما توصل معاكم للشكل ده. اسيبها بقى ترتاح 10 دقايق بالظبط، اكون دهنت الصينية بتاعتي زيت، وبعدين ابدا افرد القاعده من تحت، بظبطها من حواف كمان بالشكل ده. انا متعلمها كده بالطريقه دي بالظبط من مامتي. بعد كده اروح حاطه ربة الفراوله، ممكن تستعملوا اي نوع مربى. بعد كده بقى بدات ازينها من فوق بالشكل ده. ممكن تعملوا الجريد اللي انتوا عايزينه، بس انا حبيت اغير الشكل خالص. وبس كده اروح مدخلاها في فرن سخن على درجه حراره 180. اول ما احمر وشها هي كده تبقى تمام. لو احمرت الجوانب ولسه من فوق ما احمرش، ممكن تشغلوا عليها شويه الشوايه. عموما هي بتقعد من 25 ل 30 دقيقه في الفرن. وبس كده هتطلع لكم بالشكل ده وبالهنا والشفا. بس كده كل ده عشان اعمل كوبايه شاي واشربها بمزاج. شايفين شكلها حلو ازاي وماسكه نفسها؟ متنسوش بقى تعملوا لنا سبسكرايب وتقولوا لنا ايه رايكم فيها لما تجربوها.